السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت الفنانة والراقصة الاستعراضية المصرية فيفي عبده على إشاعة وفاتها التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية وصلت رقص لتؤكد أنها تعافت من وعكتها الصحية التي تعرضت لها قبل أيام. وكان الجمهور قد تفاجأ بتصدر عنوان فيفي عبده منصات موقع التواصل الاجتماعي دون معرفة مطلق هذه الإشاعات التي انتشرت كالنار فيها الهشيم، وتصدرت مواقع تويتر وكذلك جوجل، وطلب المقربون من الفنانة بتوضيح الأمر، ولكن الفنانة فضلت الرد بنفسها في مقطع الفيديو الرقص الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على انستغرام مساء الاثنين، وعلقت عليها اسكيموزي مقابلين للكورونا. وتعرضت الفنانة فيفي عبده في الأوان الأخيرة لوقعة صحية تسببت في غيابها من موقع التواصل الاجتماعي، ونشرت وقتها مقطع فيديو عبر حسابها الانستغرام وقالت: وحشتوني جدا، ادعوني لأن عيانة وغلش، كنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمت في ربنا إنه يشيل عني وأطلع أشوف. وبعدها اضطرت الفنانة فيفي عبده للخروج لكشف تفصيل مرضها بعد الأنباء التي ترددت بشأن وضعها الحرج ودخولها المستشفى، وأثارت التخوفات لدى جمهورها والوسط الفني. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.